ياه! أنا لو معايا عصاية سحرية كنت عملت بيها كده أبركادابرا كده وغيّرت لك الإحساس اللي أنت حاسس بيه ده خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم عاملين إيه؟ النهارده بإذن الله هنكمّل الجزء التاني من كتاب الأطفال لا يفهمون كلمة لأ. الفصل ده بيتكلم عن إيه بقى، على إن ابنِك مش هيفضل طفل للأبد، فما ينفعش تتصرّفي مع ولادِك وكأن أنتِ يعني كأن دورِك في الحياة كلّه هو إن أنتِ تحميهم وتبني سور عالي بينهم وبين المجتمع الخارجي. فيبقى أول حاجة لازم تخلّي بالِك منها إنِّك تتخلّي عن اعتقادِك إن أنتِ مهمتِك هي حماية ابنِك من صدمات الحياة، لإنِّك كده بتعوّديه على يجري عليكِ عشان تحلّي له أي مشكلة بيُقع فيها، بدل ما تعوّديه على إن هو يحاول يدوّر على حل للمشكلة اللي هو واقع فيها دي من اللي اتعلّمه منِّك، ونسمح لأطفالنا إن هم يجرّبوا ويكتشفوا حاجات، ونسمح بوجود بعض الأخطاء، لإنِّك لو فضلتِ تعامليه أو فضلتِ شايفاه كطفل، هو هيفضل يتصرّف كطفل. أول بقى ما بيتعلّق الأمر بمشاعر طفلِك، دورِك هنا هو إنِّك تظهري التعاطف الكامل مع الطفل، تأكدي له طبعًا إن مشاعره دي مباحة وطبعًا مُعترف بيها، وإن هو من حقه يحس باللي هو عايز يحس بيه. ما تحاوليش أبدًا تمنعيه عن التعبير عن مشاعره طول ما هو بيعمل ده بطريقة لا بتأذيه ولا بتضر غيره. وكمان ما تحاوليش تقللي من حجم المشكلة اللي هو بيتكلم عنها أو المشكلة اللي هو حاسس إن هو واقع فيها. طب إزاي؟ أسأله أنا ممكن أساعدك إزاي؟ مش لازم أقعد أحلل وأدّي له محاضرة، ده طفل صغير، لأ ممكن أعمل حاجة حلوة أوي، ممكن أشجّعه على استعمال الخيال، يعني مثلًا ياه! أنا لو معايا عصاية سحرية كنت عملت بيها كده أبركادابرا كده وغيّرت لك الإحساس اللي أنت حاسس بيه ده خالص. ودايمًا ادّي له خيارات محفّزة، يعني إيه خيارات محفّزة؟ يعني مثلًا هو مش عايز يروح المدرسة أو مش عايز يروح الحضانة وحاسس إن أنتِ غصبان ومغصوب على أمره ورايح غصب عنّه، طيب هاعمل إيه؟ طيب إيه رأيك تلبس الشراب الأزرق والّا الشراب الأخضر؟ باقول لك إيه، أحُط لك مع الأكل موز والّا برتقان؟ في المشكلة لو جه يحكي لِك أي مشكلة بينه وبين أي طرف عنده في الحضانة أو المشكلة، اوعي تدافعي عن الطرف اللي بيشتكي منه، لأ لازم تسمعيه الأول ولازم تتفهّمي كويس أوي إيه اللي هو بيحكيه لِك، وبعدين تبقي تدّي له أجوبة، وادّي فرصة للمشاعر بتاعة الانزعاج والحزن والضيق والخنقة إنها إنها تحصل للطفل عادي جدًا، لإن المشاعر دي هو بيكتسب منها حاجات تانية مهمة جدًا، فاسمحي بيها إنها تحصل عادي جدًا. والنقطة دي حلوة أوي، خلّيكِ عارفة إن لطفلِك عقله الخاص اللي بيخلّيه قادر إن هو يختار إيه المشاعر اللي هو عايز يعيشها، ومش مهم أبدًا إن أنتِ تفهمي هو حاسس بإيه، المهم إن هو يفهم هو حاسس بإيه. علّمي طفلِك دايمًا يكتب مشاعره، يعبّر عن إحساسه بالكلام، بالتلوين، بالقص، المهم إن هو لازم يعبّر عن مشاعره اللي حاسسها ما تفضلش جواه، وأنتِ بقى خلّيكِ متعاطفة و وموجودة طول واتعلّمي تمارسي معاه الاستماع الفعّال. يعني إيه الاستماع الفعّال؟ يعني ما اسبقش ابني وهو بيتكلّم، ما ابدأش ما اقعدش أقاطعه وهو بيتكلّم، لأ، أنا هاسمعه الأول ويخلّص كلام خالص، وبعدين أبدأ معاه بقى أدوّر على حل للمشكلة، بس يكون هو خلّص